صار أكثر من شهرين والمواطن العراقي مشغول بمراقبة صعود ونزول سعر صرف الدولار. يطب الفيسبوك يلقى سعر، يطب تويتر يلقى سعر ثاني، يطب الانستغرام سعر ثالث مختلف كلش، يروح التيك توك حتى يتونس يلقى زهورة. الصراحة تحبين الخلف ولا الأمام؟ لا ما عليكم، راح نحكي بهذا الموضوع بحلقة ثانية. وبوسط هاي اللخة كلها يا عزيزي المشاهد، المواطن العراقي ما يعرف الجاي يصير ويسأل نفسه سؤال بسيط كلش: ليش الدولار صاعد وصوج منو؟ هل الصوج بالبنك المركزي؟ هل الصوج بالسوداني وحكومته؟ هل الصوج بأمريكا؟ هل قوات فيجا دا تسوي هيك حتى يتظاهر الشعب وغاندالي يستولي على الحكم بكل سهولة؟ بصراحة يا عزيزي المشاهد وي دونت نو. يا بعود يا وي دونت نو، وي نو ونص. هسه راح احكي لهم. الك خويني لك. قبل لا نجاوب على هذا السؤال يا صديقي، ضروري جدا ان اوضح شغلتين. اولا يا خويني لازم تفهم انه سعر الدينار العراقي يصعد كل ما كثرت عندنا الدولارات والعمله الصعبه، والعكس صحيح، كل ما كان الدولار قليل بالعراق فسعر الدينار العراقي ينزل. يعني تخيل وياي يا صديقي المشاهد انه خزينه العراق بها 1000 دينار و1000 دولار فقط، فهنا كل دينار عراقي يساوي دولار امريكي واحد. اذا الدوله العراقيه باعت نفط او صدرت منتجات وصار عندنا 2000 دولار، فكل نص دينار عراقي يساوي دولار واحد. والعكس صحيح، إذا صرفنا الدولار بشكل ما وصار عندنا 500 دولار بالخزينة، فكل دينارين يساوون دولار واحد. إذا ما فهمت هذا المختصر روح شوف هاي الحلقة راح تفهم أكثر. هذا كان أولا. أما ثانيا يا خويني فلازم ناخذ دقلة للوراء ونرجع لنقطة البداية، النقطة اللي خلت الدولار يصعد. ونقطة البداية يا خويني المشاهد هو نظامنا المصرفي المتخلف كلش، وأنا وأنت ندري إنه إيران عليها عقوبات وحصار أمريكي، وتهريب الدولار لإيران عبر مصارف العراق ماكو أسهل منه. فالولايات المتحدة الأمريكية وباعتبارها الشقي مال الكوكب قالت للحكومة العراقية انه تهريب العملة لإيران لازم يتوقف. وبما انه اني امريكا وفلوس النفط العراقي يمي، فذني المصارف العراقية الخمسة ما راح ننطيهم دولار. وركز لي يا خويني المشاهد بذني الخمس مصارف، دير بالك تنساهم. اوكي I will work. المهم يا خويني المشاهد، البنك المركزي العراقي سمع كلام امريكا وما انطى ولا دولار واحد لذني المصارف، والامور لوز اللوز. لكن اكو مشكلة صغيرونة كلش. المشكلة انه السوق العراقي يحتاج يوميا لكميات معينة من الدولار، وهالكمية يوفرها البنك المركزي العراقي للتاجر والمواطن العادي عبر نافذة بيع العملة. إذا نيجي ونشوف بيانات نافذة بيع العملة للبنك المركزي العراقي راح نلاحظ إنه بالشهر التاسع لسنة 2022 تم بيع ما يقارب 232 مليون دولار. أما إذا نيجي ونشوف هذا الشهر وتحديدا يوم 24/1/2023 راح نلقى إنه حجم المبيعات هو 77 مليون دولار فقط. الفرق بين كمية الدولار المباع عبر نافذة البنك المركزي اليوم وقبل 3 شهور يزيد عن 60%. يعني حجم الدولار اللي جاي يطلع من البنك المركزي اليوم اقل بهواي من السابق، وهذا الشيء زين يعني على اعتبار انه احنا ما نريد الدولار مالتنا يتهرب لايران. بس وين المشكله؟ وليش عدم تهريب الدولار خلى الدولار يصعد؟ المشكله يا خويني المشاهد انه المصارف الخمسه وغيرها من المصارف اللي من خلالها يتم تهريب العمله للخارج بعد ما تقدر تشتري الدولار من البنك المركزي بشكل مباشر مثل ما كانت تسوي سابقا. ولهذا جاي نشوف انه البنك المركزي ما جاي يبيع العمله بالحجم السابق، مو لان ماكو مشترين، انما اللي كانوا يشترونه اللي هم المصارف الخمسه منعوا. وبعد اجراءات المنع اللي صارت، الحيتان اللي ورا هاي المصارف الخمسه شفطوا السوق شفط، بحيث الصيرفات بالبورصه ما تقدر توفر الدولار مثل السابق لان اكو طلب كبير. والقاعده الاقتصاديه تقول كل ما زاد الطلب وقل العرض زاد السعر. اعيد باختصار وركز وياي، 5 مصارف عراقيه متهمه بتهريب العمله لايران انحرموا من الدولار وما يقدرون يشترون من البنك المركزي بشكل مباشر. ذني ال5 مصارف لقت حل بديل، واللي هو الذهاب للبورصه وشراء الدولار منها بدلا من البنك المركزي. البورصه يا خويني المشاهد ما بها كميه كافيه من الدولار حتى تغطي الطلب المرتفع اللي صار بسبب المصارف الخمسه الممنوعه، وبالتالي يا صديقي ازدياد الطلب على الدولار والمعروض من الدولار قليل راح يخلي السعر يرتفع. هذا هو مختصر وضعيه الدولار بالعراق. ليش صاعد وصوج منه؟ اتوقع الجواب واضح، واتمنى منكم ان تدورون ورا هاي المعلومات اكثر، ممكن اكون غلطان. اما شنو هي الحلول فبصراحه ينراد لها اشخاص متخصصين بالاقتصاد لان الوضعيه معقده كلش. لكن انا كمواطن عراقي اريد هاي الاجراءات تستمر لهواي اسباب، مثل منع تهريب عملتنا لايران واصلاح النظام المصرفي العراقي اللي ابسط الامور ما جاي نقدر نسويها، مثل الباي بال وغيرها من الخدمات المصرفيه اللي ابسط منها ماكو بغير دول. هذا كان كل اللي عندي. اذا عجبك الفيديو لا تنسى تحط لايك وفد 10 تعليقات، وتنتظرني يوم الجمعه الساعه 7 راح انزل فيديو جديد وبس.